السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتوا اتفرجتوا على الحلقه بتاعه الكرنب وتفريز الكرنب عشان رمضان. كل القصايص دي اللي فاضت معايا من الكرنب. طبعا دي مش مسلوقه، ده مطرح ما كنت بقطع الكرنب، انا مش برميها، بخللها بطريقه سهله وبسيطه جدا. عندي انا غسلها وحطها في المصفى الصفة، وجبت فلفل من الصغير كده زي ما انتوا شايفين. مش عايزه فلفل ممكن تحطي معاها لفت، او تحطي خيار، او تحطي جزر، زي ما انت عايزه. تحطي اي نوع من المخللات اللي انت بتحبيها. هحط بقى انا هحط الفلفل في البرطمان كده اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت الفلفل قصدي اهو. طبعا الفلفل الصغير ده بيبقى في التمليح افضل بكتير من الكبير كده اهو. طبعا انا معوداكم ان انا بحط جزر مبشور في قلب المخلل، بيديله طعم ونكهة جميلة جدا. وبحط كمان كرفس، بس للأسف ما عنديش كرفس. وبحط توم اهو، هحط فصين كده توم ولا 3 اهو زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى بقصايص الكرنب اللي فاضت مني اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ما شقتش الفلفل لان الفلفل صغير، وبعدين انا عايزاه يغيب، مش عايزاه يستوى بسرعه. لما بيتشق بيستوى بسرعه، وممكن كمان لو ما حطيتهوش في التلاجة يتهرى منك ويبقى مش حلو. فانا ما شقتهوش بصراحه، وهيتملح وهيبقى جميل جدا يعني، ما تقلقيش يعني، هو هيملح وهيبقى حلو قوي كده. يبقى انا استفدت من قصايص الكرنب، عملته مخلل بالطريقه السهله البسيطه ديت كده. وزي ما انا قلتلك اي نوع مخلل انت عايزه تحطيه مع الكرنب، ممكن تحطي لفت، خيار، جزر، اللي انت حباه. المهم ان انت ما ترميش القصايص دي كده. كده وادي البطرمان بتاع المخلل. هحط بقى بقية بشرة الجزر كده، وهحط الفصين التوم كده. زي ما انتوا شايفين جبت المية اهي. هحط بقى الملح كده الكمية اللي انا عايزاها. طبعا انتي بتدوقي بتشوفي حوض المية بتاعك ايه يعني. في ناس بتحب المخلل حادق شوية، في ناس بتحبه معتدل، في ناس بتحبوش حادق، فحسب راحتك انتي كده. هنزل بقى واحدة واحدة بالمية. الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، شايفين يعني. كان ممكن الكرنب ده كان ممكن اترمى كده كده اهو، لحد ما املى البطرمان على اخره اهو كده زي ما انتوا شايفين. حطينا الميه بتاعتنا اهي، هنغرزوه كده زي ما انتوا شايفين. هقفله كويس جدا بالغطا بتاعه. عايزه اقولك ان هو مش هياخد 3 ايام وتاكلي منه، بس الفلفل ممكن اكتر من كده لان الفلفل مقفول وانا سايباه براحته، لان انا مش عايزاه يستوي بسرعه. طالما مش عايزاه يستوي بسرعه انا مش بفتحه. وكده خلاص زي ما انتوا شايفين ادي استفدنا بقصايص الكرنب، عملناها مخلل بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا يعني، مش صعبة ولا حاجة.
وما ترميش قصايص الكرنب تاني، بتبقى جميله في المخلل. وزي ما قلتلك لو حابه تحطي خيار، حابه تحطي لفت معاه، بيبقى حلو قوي. ولو حابه تحطي بنجر، حطي اي نوع من انواع المخللات. ممكن كمان لو عندك كرنبيت بتقطعيه بردك وبتحطيه معاه، بيدي طعم جميل جدا جدا. يا رب تكون الحلقة النهاردة خفيفة عليكم واستفدتوا من فكرة قصايص الكرنب وعملتوها مخلل. وتكون الطريقة يعني سهلة وبسيطة، تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. استنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو بتاعي باللايكات بتاعتكم وبالتعليقات اللي بتسعدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.